لازلنا وسنزل نتحدث عن رفع المناعة. طبعا انا بهنيكم بالعيد وبهني القناه وبهني البرنامج الشيق ده، لان انا وانا ماشي في الشارع بسمع تعليقات من بيت العيله، فده شيء يعني جميل. يشرفني جدا. بس انا عايز اقول انا مش عايز الناس تخاف. ليه؟ لان المناعه هي مفتاح الوقايه من جميع الامراض، وعايزين نحط معادله. الانسان اللي عنده اي التهاب هو عنده المناعه فيها علامه استفهام. تمام. واللي عنده سرطان هو برضه مناعته فيها علامه استفهام. طبعا. واللي ما عندوش الحاجات دي معناها ان مناعته جيده. مناعتنا مفروض بتلاحظي انا بشوف ناس عندها انفلونزا خنازير، ولا ابوه بيجيله ولا امه بتجيله ولا اخواته بيجيلهم، سبحان الله، ما بيتعدوش ومش لابسين ماسك ولا حاجه. وعلى الفطره. ليه؟ لان مناعتهم مناعتهم جيده. وبرضه عايزين نحط قاعده ثانيه، مش عايزين نخوف الناس. 92% 90% في الغرب، 92% من مرضى انفلونزا الخنازير في مصر مش هيحتاجوا يروحوا للدكتور. ليه يا دكتور؟ هيقعد في بيتهم، هياخد شويه سوائل دافيه، هيرتاح شويه، هيخف لوحده. و8% ولا التنفلو ولا الكلام ولا الكلام ده خالص. هيخف لوحده اوتوماتيك، بس على اساس يبقى عنده مناعه جيده. مهم قوي الحته دي. ومهم نقول ان وفيات انفلونزا خنازير في مصر 3/10%. بالظبط، حاجه ضئيله. بس القلق بقى يا دكتور مش من اللي حضرتك بتتكلم عنه، عندهم المناعه القويه ودول اللي احنا بنخصهم النهارده بحديثنا، وهم الناس اللي عندهم امراض مزمنه زي مرض السكر مثلا. ده من الامراض اللي فيه قلق كتير قوي عليها بخصوص المناعه وبخصوص الناس اللي ممكن يصابوا بيها وهم يعني H1N1. الناس اللي عندها مناعه ضعيفه اللي هم مين؟ اللي هم عندهم سوء تغذيه ومش دريانين. تمام. اللي هم عندهم امراض مزمنه وناسيينها او مش عارفينها. يعني بتلاحظي الوفيات للاسف بتاعت انفلونزا الخنازير، واحده كان عندها سكر طلع 600 ومش دريانه.